صورة البلوزة الام كي دي، عايزه اقولك ان انا جبتها البيان ب 2000 جنيه في السيل من الويب سايت اللي بعتهولك على الواتساب. انت ليه ما دخلتيش عليه؟ عنده شويه حاجات تحفه. وبعدين بصراحه انا عايزاكي تهتمي شويه بموضوع الماركات دي، الصحاب في المدرسه بيبصوا لبعض. الله، ذوقك جميل يا حبيبتي، بس اللي اهم من منين وبكام انها تعجبها. انا بصراحه ما ربيتش بنتي على حته الماركات دي خالص، هي اتعودت ان طالما الحاجه حلوه ولايقه عليها تشتريها. وعايزه اقولك مش بتبقى مبسوطه باي حاجه بجيبها لها، دي بتبقى والله طايره من الفرحه. ما قلتليش ايه رايك في البلوزه دي اللي حكيت لك عليها على التليفون؟ ايه ده، انا ما خدتش بالي انها البلوزه الجديده. وبعدين بصراحه انا بحس ان انتي قمر في اي حاجه. اي حاجه ايه؟ دي بلاوز ام كي ب 2000 جنيه في السيل، انتي بتقولي ايه؟ بيبي نضارتك تحفه، دي ماركه ايه؟ بجد عجبتك؟ بس هي مش براند يعني، هي حاجه عاديه بس شكلها عجبني قوي بصراحه. مش ماركه؟ لا بصي، انا في كام حاجه كده بصراحه ما اقتنعش بيهم الا لو ماركه. الساعه، الشنطه، النضاره، واكيد الشوز. وعايزه اقولك ان حتى مامتي كده. طبعا ممكن طبعا يكون اللبس حاجات في النص يفضل لو طبعا براندات، بس يعني مش زي الحاجات دي. لا الحقيقه انا بختلف معاكي شويه في الموضوع ده. انا بلبس ماركات اغلى وافخم واقيم من اي ماركه عالميه انت ممكن تتخيليها. هي ماركه تعب ابويا وامي. انا الحاجه عندي بتكسب قيمتها وغلاوتها لما افتكر ان ابويا بينزل من الصبح لغايه بالليل عشان يوفرها لي، وان مامتي بتضحي بحاجات كتير قوي نفسها فيها عشان تجيب لي اللي انا عايزاه. وبصراحه انا لما بتعجبني الحاجه واقول عليها حلوه بكون عشان شايفه اللي لابسها ذوقه حلو وروحه طبعا حلوه، بغض النظر بقى هو دافع فيها كام او جايبها منين، دي حاجه ما تهمنيش. انا الحقيقه اتربيت ان مفيش ماركه بتدي للانسان قيمه، بالعكس احنا اللي بندي للماركه قيمه لما بنجري وراها وندفع فيها فلوسنا وتعبنا وشقانا. وانا الحقيقه راضيه باي حاجه اهلي بيقدموها لي طالما دي اقصى حاجه في امكانياتهم.